السلام عليكم، عدنا من جديد في برنامج رحلة دي. المهم إذا حركت، يعني المشوار كان طويل زي ما اتكلمنا عنه. يعني استغرقت تقريبا أسبوع هاي، يعني من السودان بس لهذه المثلث، يعني من أبو جبيهة. فالطريق كان متعب شديد جدا جدا، برغم إنه يعني هو أنا لفيت السودان زي ما بقولوا، نصف ولايات السودان في الرحلة دي، لأنه بتمر بكم ولاية. أولا شيء من كردفان والنيل الأبيض وسنار والقطارف وبور السودان اللي البحر الأحمر وشمال ولايات شمالية والنهر النيل. يعني الواحد استمتع يعني بالرحلة، برغم إنه هي رحلة كلها كانت معاناة وفي معاناة. المهم عارفين يعني إنه الشباب كلهم بعد الحرب دي اللي اتضم للجيش واتضم لدعم شريف. فأنا حاولت إني كنت أشتغل مع الجيش في كم محلات. يعني حتى أنا لما مشيت قدمت، يعني طبعا في أول بيها ما عملوا معسكرات بتاعت مقاومة. هي بقول لها مقاومة ولا أي مقاومة شعبية والمستقلين ما كانوا محتاجين للجيش، لأنه نحن أول بيها كلها جيش، شبابها كلها عساكر. فنحن الشباب اللي مشوا الجامعات بتاع، يعني بيقروا بيدرسوا، ما كان محتاجين لهم لأحمد السلاح. فاضطريت أمشي أشتغل. زي ما اتكلمنا إنه كان مشيت جنوب السودان، الرحلة ما كانت موفقة وجيت راجع. انتظرت إنه يعني يكون مثلا الجيش يقول لنا خلاص تعالوا هنفتح لكم معسكر بتاع تدريب للمستنفرين أو لجان مقاومة، أقصد يعني لجان شعبية، مقاومة شعبية. ففكرت إنه أسافر أمشي ليبيا لأسباب خاصة بي يعني. ففي سفر لليبيا وصلتي تقريبا قنقلة، التقيت مع واحد ما بذكر اسمه، لكن فلاقاني قال لي يا أخي أنت ماشي ليبيا؟ قلت له أي. قال لي أنا ذاتي ماشي ليبيا، المهم نكون رفقة ونكون أخوان في الله في الشارع. قلت له هذول والله ألف مرحب بيك، يعني ألف مرحب بيك، والله أنا ذاتي إن شاء الله أكون أخوك ليوم الدين. ماشيين ماشيين لحد ما وصلنا تقريبا الله شنو، اللهم صل على سيدنا محمد، الخانق. كنا معه يعني كويسين. في طريقنا للمثلث تلاقينا مع شباب تعلم السفر من المثلث أقصد من الخانق للمثلث في عربات زي اس كبيرة يعني. فاتلاقينا مع شباب تاني اتعرفنا بيهم وبتاع. طوالي صاحبي من هنا يتغير مني 90%. جبال وعدني قال لي هيكون صديقي وأخوي لحد يوم الدين. فبقى يتغير مني، ما عرفت المشكلة إيه. وصلتنا للمثلث بقى يمشي مع الناس ديلك، خلاني أنا يعني الموضوع بقى واضح إنه هو يعني بيفتش لمصلحة، فهمت. فما سألته. آخر حاجة المهم بيقولنا نمشي مع الشباب كلهم. فقعدت في محل واي فاي كده، بقيت أتصل بالأهل بتاعنا. وصلت مع محلات كده معينة. فهو جاني قال لي أنت وين هذول بتاع ما فتشناك؟ قلت له أنا قاعد. المهم اتصلت لي في الفيلا، قلت له ها عملت شنو للسفر بتاع؟ قال لي خلاص هنمشي وبعدين نجي. المهم ركبنا وماشيين على ليبيا من المثلث. فالرحلة دي كانت بالليل، يعني الناس بيمشوا بالليل، بقى بالليل. ركبنا في عربية كده بيقول لها تندرة ولا هي ما تندرة. المهم عربية كده مقفولة، تقريبا شايليننا زي 20 نفر ولا أكتر من 20 نفر. يعني الواحد ده بيكون راكب في أخوه بتاع، يعني رحلة شاقة شديد جدا جدا.
والرحلة يعني طبعا قريبة 12 ساعة ولا أكتر من 12، تقريبا من زول 20 ساعة دي، لأنه من الساعة 9 هنا مرقنا حتى من الساعة 9 ولا 11 هنيك وصلنا الكفرة تاني يوم يعني الصباح. ففي الطريق في واحد قال له يا أخي أخوك ده قال لك أمشي كده شوية عشان هو يرتاح. قال لي يا زول أنا ما عندي أخو هنا، ده الجبال ده الجبال اللي قال أنا أخوه بتاع. قال أنا ما عندي أخو هنا، ما بعرف ولا أي حاجة. قلت له كده؟ قال أيوه. المهم الحاجة ما زلت منها، لأنه أنا عارف الإنسان بيطوع يعني بيخزلك فيها أقل حاجة. فوصلتنا الكفرة تقريبا الساعة 11 ولا 12، ونزلنا في مزرعة. آه ما اشتغلت به تاني، نزلت حياتي وجيت قعدت هذول بيمشي بيطلع بخش بتاع، ما سألني ولا اشتغل. لكن الناس اللي كانوا معانا الشباب اللي اتعرفت بهم وهم يعني بقوا يتونسوا معي ويقعدوا ويمشوا ويجوا، لكن أنا ما قعدت معهم، مشيت قعدت براي. أخدت تقريبا 3 أيام في الكفرة. مشيت طلعت الكرك الصحي، لأنه لازم تطلع عشان تمشي بنغازي أو طرابلس أو الإنتاج. ففي الطريق هيكون في تفتيش بتاع. يلا محل الكرك الصحي ده يعني في ناس كتيرة بيقوموا بيمسكوها بيدخلوها السجن إذا لقوا عندك مرض. فالآن أنا الحاجة دي خفت منها شديد إنه نمشي نكشف بعد ذاك هيكون يمكن عندي مرض ويرجوني السودان، وبعد التعب ده كله كل بعد يومين بس يرجوني. والله أنا كنت شديد، حسيت كأني أرجع تاني أخلي الفحص ده وأمشي بالتحرير وبتاع. المهم مشيت فحصت حضرت تاني يوم، وقت ده كان في رمضان يعني تقريبا تاني يوم في رمضان ولا تالت يوم. تاني يوم خلاص جيت داري استلم القرد، قمنا وزعونا وقاعدين بندق في الناس. قالوا ربي ان شاء الله لو اتحجمت. انا قلت خلاص النازل هيشوري يدخلوني مع السجن مع النازل ورجوني السودان. فحصل ان القرد طلع سليم والحمد لله. وان شاء الله هنواصل في الرحله لحد وصولنا لبنغازي. ان شاء الله هنجيبكم لا في حلقه تانية. والسلام عليكم ورحمه الله.